السلام عليكم. في هذا الفيديو ضمن سلسلة فيديوهاتنا المواكبة لأشغال الملاعب المغربية المحتضنة لكأس إفريقيا للأمم 2025 سنتعرف على جديد الأشغال بملعب مولاي عبد الله الجديد وملعب طنجة الكبير وملعب محمد الخامس وملعب المركب الرياضي بفاس، أشغال تسير بوتيرة سريعة وفي الاتجاه الصحيح وكما هو مخطط لها وتقترب من نهايتها. والبداية من ملعب مولاي عبد الله، حيث تستمر أشغال التسقيف وتغليف الواجهة الخارجية على قدم وساق، ومن خلال المقاطع الجديدة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الملعب، يتضح لنا أن الأشغال تسير بوتيرة سريعة من أجل تسقيف الملعب، حيث تم تركيب جزء كبير من هياكل السقف فوق الملعب، وعند اكتمال أشغال السقف سيتم تركيب أنظمة الصوت والإنارة وكاميرات المراقبة، ثم الكراسي وتعشيب أرضية الميدان. أما خارج الملعب، تتواصل عملية تغليف الواجهة الخارجية كما توضح الصور المتداولة. وعلى العموم، فإن أشغال ملعب مولاي عبد الله تتطور يوما بعد يوم، وسيكون الملعب جاهزا 7 أشهر قبل الكان حسب تصريح فوزي لقجع. أما في مدينة طنجة، فقد قطعت أشغال تطوير الملعب الكبير أشواطا عديدة، وأصبح الملعب قريبا من الجاهزية كذلك، حيث تسير أشغال تركيب السقف والواجهة الخارجية بالتوازي. وتعتبر عملية تسقيف الملاعب على شاكلة ملعب طنجة هي واحدة من أعقد العمليات في أشغال تطوير وتحديث الملاعب عبر العالم، فسقف الملاعب الذي يرتكز بالأساس على حلقتي الضغط الخارجية والداخلية يتطلب تركيزا كبيرا أثناء عملية رفع الكوابل الفولاذية وتثبيتها فوق أرضية الملعب، وحمايتها من النتوءات بسبب حساسيتها الكبيرة. هذا وتسير أشغال تهيئة محيط الملعب الخارجي في احترام تام للمخطط الزمني المحدد. وعلى العموم، يبدو أن القائمون على تطوير ملعب طنجة يتمتعون بالوقت الكافي والوافي من أجل إخراج هذا الصرح الرياضي الكبير في أبهى حلة. وفي ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فقد وصل الملعب إلى العد العكسي لافتتاحه أواخر هذا الشهر، حيث أصبح الملعب في حلة جديدة وغير مسبوقة بسبب تغيير لون مضمار ألعاب القوى إلى اللون الأزرق. هذه العملية التي ستختم الأشغال داخل الملعب اقتربت من نهايتها، فالملعب شهد عدة تحديثات في المنصة الشرفية وفي منصة الصحافة وفي الغرف الداخلية، كما شهدت أرضية الملعب أشغالا همت إنجاز شبكة جديدة من قنوات السقي وتصريف المياه، وتعشيب الأرضية بعشب جديد ذو جودة عالية، وتغيير مضمار ألعاب القوى. ولا زالت الأشغال قائمة في محيط الملعب الخارجي وتقترب من نهايتها، خصوصا في الواجهة الرئيسية، حيث تجري حاليا الرتوشات الأخيرة، كما تم تحديد موعد افتتاح الملعب في أواخر مارس الجاري. وبالانتقال إلى العاصمة العلمية وإلى حدود اللحظة، فقد تم الانتهاء من بناء واجهة ملعب فاس الزجاجية التي تعتبر من أبرز ملامحه المميزة، إذ ستضفي هذه الواجهة لمسة عصرية وستساهم في إضاءته بشكل طبيعي خلال النهار. ويجري العمل حاليا على إتمام الرتوشات الأخيرة على هذه البناية التي تتصل مباشرة عبر جسور إلى داخل الملعب. هذا وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس الماضي اجتماعاً للجنة ملاعب كرة القدم، تم خلاله التأكيد على جاهزية الملاعب ال9 في المدن ال6 المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك قبل 7 أشهر من موعد انطلاق البطولة. من جهته، أكد فوزي لقجع رئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030 أن مركب محمد الخامس بالدار البيضاء سيكون جاهزاً مع نهاية شهر مارس الجاري، مشيراً إلى أن الأشغال ستنتهي مباشرة بعد ذلك في ملاعب فاس وأغادير ومراكش، ثم مركب مولاي عبد الله بالرباط. وأضاف لقجع في تصريح عقب الاجتماع أنه مع نهاية شهر غشت المقبل
سيكون ملعبي البريد ومولاي الحسن بالرباط جاهزين لاستقبال مباريات البطولة القارية.